السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ داليا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفة للجلاش حلوة جدا. لو عندك لفة جلاش هاتيها، وفي الصينية كشكشيها، وبالصوص التحفة ده هتسقيها. بجد حاجة كده خطيرة يا جماعة. شايفين شكل القطعة بتطلع كده من غير ما تقطعيها بقى بالسكينة ولا أي حاجة. وكمان الصوص الحلو جدا ده هنعمله مع بعض وهنسقي بيه الجلاش بتاعنا من غير بقى ما نسقيه شربات ولا اي حاجه. جربيها بالطريقه دي هتعجبك جدا وهتعجب كل اللي هياكل منها، وكمان هيقولك اعمليها لنا على طول. شايفين جلاش طعمه حلو جدا، شارب من الصوص ده يعني حلو جدا جدا. وقبل ما ندخل على الطريقه يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناه، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف معنا ايه. اول حاجه انا جبت الصينيه بتاعتي علشان بقى اجهزها، ومعايا طبعا سمنه، او ممكن تحطي كمان يعني ربع كوبايه زيت على ربع كوبايه سمنه. المهم يبقى عندك نص كوبايه من السمنه. حابه تحطي ربعها زيت ربعها سمنه براحتك خالص. دهنت الصينيه بتاعتي. بعد كده جبت لفه الجلاش بتاعتي بالشكل ده كده يا جماعه. باخد بقى كل طبقه وبقوم مكشكشاها بالشكل ده، من غير بقى ما ترصي كل طبقة وتدهني كل طبقة وتقومي حاطة الطبقة التانية فوقيها ولا اي حاجة خالص. انت هتجيبي لفة الجلاش وتكشكشيها بالشكل ده كده. وطبعا مش هتاخد منك وقت خالص، يعني مش هتاخد منك دقيقة، وانت واقفة كده هكون عملت الصينية على طول. شايفين؟ باخد كده كل ورقة يا جماعة وبقوم فرداها كده ومكشكشاها بالشكل ده لحد طبعا ما بخلص بقى الصينية بتاعتي كلها بالشكل ده كده. خلاص اهو كده بقت تمام عندي. كشكشت كده الجلاش بتاعي كله. جبت بقى نص كوبايه السمنه بتاعتي وقمت بقى ساقيه بيها الجلاش. لازم بقى تسقي الجلاش بالسمنه كويس جدا علشان بقى تطلع معاكي مورقه كده وتكون حلوه زي اللي هنشوفها مع بعض لما تطلع من الفرن. وطبعا في الوقت ده بكون مشغله الفرن على درجه حراره 200، وبشغل من فوق ومن تحت مع بعض. طبعا انت لو ما عندكيش من فوق هتقومي مشغله من تحت الاول عما تاخد لون كده والجوانب تحمر، بتشغلي عليها الشوايه حوالي دقيقتين. هدخلها بقى الفرن تحمر معانا ونجهز الصوص التحفه بتاعنا بقى ده. معايا هنا كوبايتين من اللبن، هحط لهم 4 معالق من السكر. ومعايا كمان بقى هنا يا جماعه الكاستر بتاعنا ده، هحط له معلقه واحده بس من الكاستر. يبقى حطيت كوبايتين لبن، 4 معالق سكر، معلقة واحدة بس من الكاستر، وهحط كمان ظرف من الفانيليا. هقلب بقى السكر والكاستر الاول كده مع اللبن على البارد بالشكل ده كده يا جماعة، لحد كده ما اقلب معلقة الكاستر الاول كويس كده وتختلط مع اللبن كويس. بعد كده بقى هرفعها على النار، وطبعا طول ما انت واقفه بقى تقلبي فيه علشان طبعا القوام يطلع كريمي كده زي اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. طبعا ما بياخدش دقايق، وانت واقفه كده دقيقتين هتلاقيه بقى جاهز معاكي وبالشكل ده. شايفين ده كده يا جماعه بيكون قوام الصوص بتاعنا اللي هنسقي بيه الجلاش. كده خلاص بقى جاهز عندي بقى. هطفي عليه خلاص واسيبه بقى لحد ما الجلاش بتاعنا طلع من الفرن بالشكل ده كده يا جماعه. هو لسه سخن، وكمان الخليط بتاعي بيكون برضو سخن، يعني بيكون بقى بس ايه بالشكل ده كده يا جماعه. والجلاش بتاعنا بقى طالع مورق وحلو جدا. هسقيه بقى كله كده بالصوص الجميل ده. جربيه بقى بالطريقه دي احلى 100 مره من الشربات بكتير بكتير. يعني ولادك لما يدقوه هيقولولك اعملوه لنا كده على طول. خلاص بقى يا جماعه انا سقيته كده بالصوص بتاعنا الجميل ده كده. هسيبها بقى تتشرب كده براحتها. بهز بس الصينيه كده علشان كله كده يشرب. هسيبها بس معايا كده حوالي يعني 3-4 دقايق بس كده لحد ما تبرد شويه، وبعد كده بقى نقدمها مع بعض. شايفين بقى بعد ما بردت شويه يا جماعه واعرف بقى امسكها بالشكل ده، هبدأ بقى اقطعها معاكم. وشايفين بقى ولا سكينة ولا اي حاجة خالص، انت كده بتشيلي القطعة اللي انت كشكشتيها بتطلع معاكي بالشكل ده. شايفين بقى شكله عامل ازاي؟ وكمان طعمه كان حلو جدا جدا. ويا ريت بقى لو وصلت لحد هنا تعملي لي لايك واشتراك في القناة وتكتبي لي كومنت حلو منك كده.
شايفين يا جماعه شكل الجلاش كانك بتاكلي فطيره بالسكر والكاستر. وطبعا لو الوصفه عجبتك يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناه. اشوفكم على خير يا رب الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.